السلام عليكم. هذا بث مباشر الخوتي الرجال محاربي العشرية والطوارئ لجميع الفئات. مرحبا بكم خاوتي، مرحبا بكم في هذا اللايف. ربما راح يكون لايف هام بإذن الله تعالى، أخبار جيدة جدا، أخبار تهمكم كثيرا. السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم دائما مع معلومات جديدة تخم قضية الرجال محاربي العشرية والطوارئ لجميع الفئات. مرحبا بكم يا رجالة، مرحبا لكل من التحق. كذلك البارطاج إذا أمكن فضلا وليس أمرا. معليش، الله يهديك خويا، الله يهديك، هاديش نقولو له معليش. إذا كان بسم الله وما كانش السلام عليكم ما كانش، واش الله يهديك. أول حاجة الإنسان يقولها السلام عليكم ومن بعدين افعل ما تشاء. معليش عنا نطلبوا في الحقوق، ما التاريخ سجل، التاريخ راه تكتب خلاص. ما كاش أي واحد خاوتي مع كل احتراماتنا للناس عاود يذكرنا بالشيء اللي قدموه هذا الرجال أو الشيء اللي خدموه هذا الرجال. التاريخ مركانا خلاص، سجلنا التاريخ كمحاربين للعشرية. أما التذكير خلو الخطرة فهذا شيء غير مقبول. هذا الشيء اللي نتكلموا عليه خاوتي، وهو الأمر جديد. الحمد لله قلنا لكم أنه المنظمة راه بدات تتحرك، الحمد لله، أنه الناس تعرف الوقت اللي تتحرك فيه. معليش، هناك أخبار جيدة، أخبار تفرحكم إن شاء الله بإذن الله، دائما بقرارات من السيد رئيس الجمهورية. دائما أي عمل أو أي شيء يكون بقرار من السيد رئيس الجمهورية، لأنه كان بوعد من السيد رئيس الجمهورية وهو اللي وعدنا شخصيا. وعليكم السلام خويا، ربي يحفظكم إن شاء الله. وعليكم السلام. ما دخلتش أنا نتعرف عليك وتعرف علي، أنا بيني وبينك قضية حقوق. أنا نسمع جديد القضية تهمني، نبلغ بها خاوتي. أنت ما تقبلهاش فأنت غير مرغوب فيه رسميا، إنسان غير مرغوب فيه، معناها عشو جهة أخرى. ربي يبارك فيك سي مقني، سام مقني، ربي يحفظك. معليش كي طول اخاوتي وندو حقنا كامل ونفرحوا كامل، هذاك هو الاساس. معليش الامور راهي في برنامج الدوله، والدوله راه ماشي ما عندهاش غير حنا، الدوله راك تشوف واش راه صاري، الحمد لله. التاريخ انا كتبته ملي كنت في الصفوف، كملت مع التاريخ. نهار هبطت للتقاعد كان التاريخ تاعي تسجل، الحمد لله. تاريخ المحارب ما يتكتبش وحدك، ما اناش كنت في بلاصه، كنت ضمن مجموعه من الرجال في اي وحده، في اي ثكنه، في اي ريجيو، كان عندنا ناس تعاملنا معاهم رجال ويشهدون لنا ونشهد لهم. قلنا لكم التاريخ تكتب، الحمد لله. وقرا عندنا قضيه، وهي قضيه وعد السيد رئيس الجمهوريه، حقوق سموها كما تشاءون. راه كاين جديد خاوتي ان شاء الله. معليش راه التعليقات ياسر. معليش انا مع كيما يقول لك الشيء اللي تعلمناه في المؤسسة انه الامور تجي بالصبر، لذلك سميت بالعشرية، لأن الامر
يجيب الصبر، والحمد لله نجحنا في الوحدات تاعنا، وان شاء الله بالصبر ثاني ندو حقنا وننجح ان شاء الله باذن الله تعالى، لانه صوتنا مسموع. معليش خاوتي شوفوا لنا غير المشاهدات راه ماهيش تبان هنا، ونبداو في اللايف ان شاء الله، لاني اخترته دروك لانه ربما يكون في كاين موضوع اخر راح نتكلم عليه في ما اني قدمت هذا اللايف. معليش تكلمنا عليها قضيه الاضحيه والخروف المستورد، تكلمنا عليها والحمد لله. الرجاله ربما وصلتهم رساله وكل واحد على مستواه، والناس خدمت ودارت قوائم والحمد لله، الناس راهي تخدم. هذيك تاع انك تشهر ولا ما تشهرش، هي القوائم ما راحش تشهر، ربما بامر انه القوائم النهائيه ما تشهرش، تشهر العدد شحال كاين في المكتب تاعك. ربي يبارك للجميع والحمد لله. القضيه راه تمشي والامر راه يمشي، والناس راه تسجل والناس راه تخدم. شوفوا لنا خاوتنا الصوت. معليش على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دائما في ظل بناء الجزائر منتصرة لقائدها السيد الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. اليوم 12 أفريل 2025. هذه رسالة لكل خاوتي أو بشرى لكل خاوتي الرجال محاربي العشرية السوداء والطوارئ لجميع الفئات، كل فئة باسمها، أنه الحمد لله الشيء اللي راه متداول مؤخرا رانا نسمعوا فيه أنه هناك بأمر من السيد رئيس الجمهورية راح يكون لقاء مع الحكومة مع منظمة متقاعدي الجيش ممثلة لجميع الفئات كطرف ربما للتبليغ أو للتشاور. أمر هام جدا، وهو إنشاء صندوق للتعويضات يخص جميع المحاربين، جميع الفئات، هذا اللي يتكفل بكم ماديا. نعطيكم ملاحظة ونعطيكم معلومة أنه هذا الصندوق تختلف التسمية تاعو، كاين حتى على مستوى الدول العربية اللي شهدت نزاعات أو مرحلة أو عشرية أو قاع دايرين هذا الصندوق. كاين في دولة مصر، في العراق، في اليمن، في سوريا، راح دايرين صندوق كل واحد وش يسميه. كان لي صندوق الضحايا والشهداء والأرامل وكذا، كل واحد وكيف يسميه. احنا رانا سمعنا والله أعلم، وإن شاء الله تكون، لأنه حتى متقاعدي الجيش هذو لما تخلص التقاعد يكون عندك صندوق المعاشات العسكرية، عندك صندوق تخلص منه. هذا الصندوق اللي راح كما يقولوا أنه راح ربما اقتراح من المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش، وافق عليها السيد رئيس الجمهورية، راح تتابليكا بإذن الله تعالى. ربما مقترح، احنا رانا نوصلوا في رسالة. هذا الصندوق راح يشمل كل الفئات اللي فاتوا في الخبرة الطبية، يدخلوا في الصندوق هذا. اللي عيطوا لهم خاوتنا جنود الاحتياط لمرحلة العشرية ودفعوا CCP والملف تاعهم راح يدخلوا في الصندوق. حتى خاوتنا المعاد استدعائهم يدخلوا في الصندوق. هذا الصندوق هو اللي يتكفل بكل التعويضات للناس اللي خدمت مرحلة العشرية. هذا أهم شيء، أنه يعود عندك صندوق اللي كما يقولوا يتكفل بالتعويضات لكل محاربي العشرية السوداء. راح يكون محدد بمدة زمنية ما تفوتش العام، لأنه راح من بعد يبقى دائم، راح يكون العمل به دائم. لكن العمل أو كما يقول لك الأمور هذه اللي تحدثوا عليها ما عندناش معلومات، لكن عندنا لمحة أنه هذا عمل يحسب للمنظمة. إن شاء الله راح تكون شريك اجتماعي حقيقي، لأنها كما يقول لك راح تتكلم على جميع الفئات. نتمنى أن رسالتنا وصلتكم خاوتي. نعاود لكم أن ربما هناك لقاء بين الحكومة
ممثلة في السيد الوزير الأول ومنظمة متقاعدي الجيش لإنشاء صندوق للتعويضات يكون محدد للمدة. مانيش عارف وقت يابليكوه. محدد المدة، ربما يكون عام للعمل به، من بعد يبقى دائم تصرف المعاشات منه لكل الرجال محاربي العشرية والطوارئ لجميع الفئات. هذا الشيء اللي حبينا نبلغوا بكم ونبشركم بها لأنها فيها خير. قلنا لك معمول به حتى عند الدول العربية، كل الدول العربية اللي شافت مرحلة تاع مكافحة الإرهاب أو عشرية عندهم هذا الصندوق. دولة مصر عندها صندوق مسمينه صندوق تكريم. اليمن، العراق، كلهم عندهم هذه الصناديق المتكفلة بالناس اللي عاشت هذه المرحلة أو المأساة الوطنية تاعهم. إن شاء الله يكون فيها خير، إن شاء الله تكون فيها قرارات مليحة، إن شاء الله تكون الرسالة توصلها المنظمة على أحسن ما يرام إن شاء الله لجميع الفئات. هذا الشيء اللي حبينا نبلغكم به. قلنا لكم راه كذلك خاوتي ما هو متداول أنه كاين خطاب هام للسيد رئيس الجمهورية، ترقبوا خطاب هام للسيد رئيس الجمهورية موجه للشعب. مش عارف اليوم غدوة، المهم كاين خطاب هام للسيد رئيس الجمهورية إن شاء الله يكون فيه الخير. كما قلنا لكم ثاني عملية الإحصاء الحمد لله تاع المكاتب، كاين بعض المكاتب نشرت الشيء اللي تخدم فيه، وكاين المهم الجميع راه الحمد لله دار قوائم. كما قلنا لكم انك تتصل بالمجلس الشعبي البلدي تاعك وتدفع القائمة تاعك وربي يفرج عليك. هذا الشيء اللي حبينا نبلغكم به خاوتي. هذا جديد اللي راه مليح، ومتأكدين انه إنشاء صندوق للتعويضات يخص المرحلة فهو الحل النهائي اللي يشمل جميع الفئات بإذن الله، كل محاربي العشرية لجميع الفئات. هذه أخبار متداولة، ماشي بشرط أنك تكون في منصب سامي أو أنك تكون في الدولة. ما أخبار متداولة. علاه متداولة؟ لأنه الأمر يهمنا جميعا. تلقاها حتى عند المحارب البسيط هذاك اللي كاين اللي ما على بالوش كاع بالامور هذه، تلقى عنده معلومات يقول لك يا ودي الحمد لله. هذا شيء يدل ان الملف تاعنا راه يمشي والرجاله راه تخدم والصبر زين خاوتي. هذا الشيء اللي حبيت نبلغ به فيه. هي ملاحظه معلومه على السريع حبينا نبلغكم بها. ربي يوفقنا ان شاء الله ويوفق السيد رئيس الجمهوريه لخدمه البلاد والعباد. ربي يوفق السيد غضبان ثامر رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي وذوي الحقوق لخدمة كل فئات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي. وإن شاء الله كما قلنا لكم راه تتحرك المنظمة بكل مكاتبها سواء في العمل الحقوق أو اقتراح أو الجانب الاجتماعي. ربي يوفقنا إن شاء الله. ربي يفتح عليكم خاوتي جميعا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. اللهم موفق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الرجال.